فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الرسالة الثانية لأخونا الفضل شاكر، بأشكره على أمرين، وأيضا بأوجه له الدعوة يعني لزيارتنا. ومن فضل شاكر يا شيخ؟ فضل شاكر هو يعني رجل يعني وكان كان مغنيا مشهورا في لبنان، له قبوله وله جمهوره الكبير جدا. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فهو شارك في حملة يعني لمناصرة يعني أهل سوريا، والحملة نظمها السلفيون، وهو أثنى على السلفيين، ويعني قال بأنه سوف يترك الغناء وسوف ينشغل بالإنشاد. يبدو الإنشاد اللي فيه نصرة للحق، ويعني على غرار أخونا الحبيب مشاري راشد. فأنا بأحييه على الأمرين، يعني على أمر أنه هو ناصر إخواننا في سوريا، وطبعا لبنان يعني شقيقة سوريا، بل هي جزء من سوريا، أنهم جميعا يشملهم اسم الشام. فهم من أقرب الناس يعني إلى سوريا، وجزاه الله خيرا. يعني لم تمنعه يعني شهرته، حتى قيل له بأن الذين يعني يحبونك والذين مع النظام السوري سوف يعني يتركونك، فقال: أنا لا أريدهم، ما دام يشجعون النظام السوري وهو يذبح الأطفال ويقتل الناس بهذه الطريقة، فأنا لا أريدهم. يعني فجزاه الله خيرا. يعني هذا يدل في الواقع على معدن طيب، وأنه يعني لا يريد يعني الشهرة ولا يريد الدنيا، لأن الدنيا كلها عرض زائل، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ومدح السلفيين، قال: هم مؤدبون وهم يعني حريصون على الالتزام بالدين والشرع، وهم يخوفونه من السلفيين، ومع ذلك يعني هو أثنى عليهم. فأنا بوجه له دعوة هي الآن عبر الأثير وعبر قناة الحكمة المباركة. ولكن يعني لو تيسر إن شاء الله نرسل له دعوة يعني من حزب النور أو من الدعوة السلفية. وأيضا بستأذن أخي الحبيب الأستاذ وسام عبد الوارث أنه يوجه له دعوة من قناة الحكمة، بحيث نحن نستضيف قناة الحكمة، لأن هذه قناة السلفيين، وهو تكلم كلاما طيبا عن السلفيين، وكثير من الشباب يحب يعني فضل شاكر. وأقول له: تذكر فضل الله عز وجل عليك، وكن لله عز وجل شاكرا. وأسأل الله تعالى أن يزيده يعني توفيقا ونصرة للحق وبعدا يعني عن الباطل، وأن يستعمله الله عز وجل كما استعمل غيره في إعزاز دينه ونصر شريعته. يكون له نصيب من اسمه إن شاء الله. فضل شاكر. تفضل.